هل نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة تكون ساحتها الشرق الأوسط؟ هل توسع الولايات المتحدة دائرة الحرب وتجعلها حرب شاملة؟ لماذا قامت حماس بعملية طوفان الأقصى في هذا التوقيت؟ ما هو مصير 2,300,000 مواطن فلسطيني؟ هل ينجح الاجتياح البري لإسرائيل في طرد الفلسطينيين من غزة؟ هل سيغير قصف مستشفى المعمدانية ردود الأفعال العالمية تجاه فلسطين؟ هل تدفع مصر الفاتورة؟ كيف سترد مصر إذا أصرت إسرائيل على سياسة التهجير القسري؟ هل تتدخل إيران بصورة مباشرة؟ هل يتدخل بشار بصفته أحد أهم أضلاع إيران؟ نتنياهو: مصر هي الممر الإنساني الآمن لأهالي غزة. لا سلام إلا بعد القضاء على حماس. السيسي: إيجاد ممر إنساني آمن هو مسؤوليتكم أنتم. لماذا لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب؟ بوتين: فلسطين في قلب كل مسلم وإسرائيل دولة احتلال. إننا فقط لا نعرف بيتنا، وإنما لا نعرف الشارع الذي يوجد فيه بيتنا. بايدن: نحن وراء إسرائيل. اليوم كلنا إسرائيليون. إسماعيل هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر. ترامب: إسرائيل ستكون آمنة إذا انتخبت رئيس. الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق. هجوم بري شامل على غزة خلال ساعات. حشود كبيرة من الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة. إسرائيل تبدأ التهجير القسري للفلسطينيين وتدفعهم دفعاً إلى مصر. غزة أصبحت سجن مفتوح تنبعث منه رائحة الموت. الجيش المصري يتحرك نحو معبر رفح الحدودي ويعلنها: لن نترك سيناء. ظلام دامس تشهده غزة، لا كهرباء، لا وقود، لا علاج، لا مياه، لا حياة. الكثير من الدول تسحب رعاياها من المنطقة. السعودية ترفض التهجير القسري للفلسطينيين وتدين العدوان على غزة.